صباح الخير عليكم البنات، ولا كنتوا العشيه نقول لكم صباح الخير عليكم، واش راكم لاباس؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى من كل قلبي تكونوا في احسن الاحوال يا ربي امين. كما شفتوا هنا الفيديو تاعي تاع اليوم بديته برا ماشي في الدار، وما المونتاج تاعو ما قدرتش نهضر برا باسكو الحاسو على بالكم الطوموبيل كي تكون تمشي ما تسمعونيش مليح. كما قلت لكم خرجت هنايا بون مازال ما قلت لكمش ماشي كما قلت لكم. هنايا خرجت باش نشري. قولوا لي واش حتشري يا ساره؟ راني حنشري واحد الورد. هنايا في فوكا كاين واحد المحل يبيع الورود، يبيع كاع الانواع تاع الورود، ان شاء الله نلقى عنده واش راني حابه نشري. حابه نشري الخزامه نحب ريحتها ما شاء الله. في الدار كانت عندي وحده ولكن خسرت لي باسكو تحب سميشه كيما على بالكم، وانا الجهه اللي حطيتها فيها ضليله، سي بوغ سا ايا قلت نخرج ونسي ناخذ وحده فينالمو. يعني ما نقولش يعني رحت باطل، ولكن ان شاء الله قال لي نجيب لك خزامه كيما راكم تشوفوها ليك، ماشي حاجه شابه وما فيهاش الوريقات تاعها. ما قدرتش ما جبتهاش، ماشي ما قدرتش نجيبها، ما حبيت نجيبها، حبيت نجيب وحده تكون مليحه باش كي نجيبها ما تعاودش تخسر لي كيما الاولى، ونسي نحطها في بلاصه فيها سميشه. ان شاء الله تنجح لي هذه الخطره. كيما راكم تشوفوا فيها هاي ليك هذه الخزامه ما عندهاش الوريقات تاعها، دوماج. قلت علاش لا ولا غير ندير لكم جوله في هذا المحل هذا، ما شاء الله عجبني، عنده منظر شباب، عنده الورد تاعو شباب. خليكم في هذه الجوله باش نروحوا للدار ونحضروا اكله تركيه ولا اروع.
شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا بهذا المنظر الجميل والرائع. تعرفوا يا البنات كل لقيت ما نخرجش من هذه البلاصه يعني منظر ما عندي ما نقول، جنة الأرض والله ما شاء الله خادمها ما شاء الله، ما عندي ما نقول فيه يعني يعجز اللسان عن التعبير. بلايص كيما هادو ما أنا نحبهم يعني بكل صراحة، نهضر على روحي أنا نحبهم ونحب نزورهم. جات كما نقولوا حنايا فرجة وحجة وفرجة كيما هكا، حجة وفرجة. منها بدت الجو من الدار والخدمة والسيت خاص اللي راني فيه، ومنها جيت يعني نبدل شوية على راسي ونحاول نجيب أنا الجو المليح لروحي أنا، يعني ما نستناش الناس يجيبوه لي. كيما راكم تشوفوا شوفوا على منظر عنده لي موديل تاع الورد، يعني ما شاء الله ربي يرزقوا ويزيدوا. وما ما لقيتش واش نقول لكم، تحبوا صح. تمنيت لو كان تكونوا معايا انا كنت وحدي، كنت مع خويا تاني. شتو واقيلا قبيله هكا لقطات في الجعلوله حتى الجعلوله دايرها في هذا المحل تاعو، يعني تريحوا ولا غير تريحوا، يعني سورتو الا رحتوا زوج ولا ثلاثه، الا ديتوا معاكم ولادكم تاني يلعبوا في الجعلوله ما تحسوش دوروا بعقلكم، ودراري يلعبوا في الجعلوله هذيك ما تحسوش كامل وما ديرونجيكمش كامل. وهذا واش كاين اليوم يا البنات. الفيديو اللي درته لكم البارح قلت لكم في المشتريات تاعي تاع اللي شريتها مع الماكله تاع الترك واش نوجد في الطياب، نحضر معاكم الاكله طريقات كيفاش يطيبوها الاتراك. اليوم راجلي قال لي ديري لي الفطائر، ما على باليش دوك لا انا نديرها ولا بون دوك انا على بالي، ولكن يعني كي درت الفيديو كي الصباح كي درتو بون العشاء كي درتو نص طيبو هو قولوا نص طيبتو انايا، كنت حابه هو يطيبها على طريقه تاعهم، وكاين انواع واشكال في كيف كل واحد كيفاش يطيب الفطائر، ولكن الزوج تاعي كيفاش يطيبها نشاركها معاكم وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله نكون في المستوى. وشكرا لكم بزاف على الناس اللي دعمتني وعلى اللي قالت لي كلمه مليحه في لي كومونتير، ومرحبا بالجميع، مرحبا بكم كاملين من كبيركم لصغيركم. ودرك يا البنات هذا وين حط للدار لو طون ديبريد حوايجي. كما شفتوا بدايه الفيديو كما قلت لكم نحضر معاكم كيفاش يطيبوا الاتراك المانتر. اول حاجه ما نديرهاش كامل يعني ندير غير شويه منها في المانتر هذايا، في الفطر هذايا نغسلوه سي نورمال، نقطعوه على شكل صغير كما راكم تشوفوا فيه. انا راني وجدت بلون دو طرافاي ديالي، نقطعوه على شكل صغير. شوفوا معايا نبداو بسم الله، ويتغسل سي نورمال ما يطيبش هكذاك. نشدوه هكذايا نقطعوه على شكل صغير كما راكم تشوفوا هكذا، نقطعوه كامل على هذا الشكل. يتغسل سي نورمال كما قلت لكم. نكمل على هذه الطريقه كامل هكذا. يبان لكم بلاكي تقطعوه يبان لكم بزاف، ولكن يفوت يطيب يدوب يولي غير شويه. كاين اللي يديروا بالبصل، انا ما نديروش، اسم الزوج تاعي ما ياكلوش بالبصل. الاتراك عندهم في الاكل ديالهم انواع واشكال، كل واحد وطريقته، في كل واحد الطريقه تاعو كيفاش يطيب. انا المنطقه اللي ساكن فيها الزوج تاعي بهذه الطريقه يطيبوه.
راكم تشوفوا هنايا راني كملته كامل، قطعته على هذه الطريقه هذه، ماشي كبير ماشي صغير. درك واش ندير؟ نغسلو كيما راكم تشوفوا هنايا، درتو فيه هذه سبيسيال باش نخليه يقطر. نغسلو مليح نخليه يقطر ومن بعد نجوزو ديريكت نطيبوه كيف كيف. نبداو على بركه الله. درك يا البنات كيما راكم تشوفوا الزوج تاعي هو اللي قرر يدير لنا المنطر هذايا. شفتوا هنايا حط هذه الكميه تاع الزيت يا تامه، هذه الكميه تاع الزيت كيما راكم تشوفوا. هو يطيبها احسن باش تشوفوها على طريقه تركيه على قنيه. كيما راكم تشوفوا هنايا من بعد ما غسلته خليته يقطر. نشوفوا الطريقه كيفاش هو رايح يديرها هو. زيت سجاج، زيت سجاج قال لك يخلي الزيت يسخن شويه يدفى شويه ومن بعد يحط الفطر ديالنا كيما راكم تشوفوا. يو مايا كاين شنو نحي حطوا كامل داخل المقلاة هذيك. درك هكا يبان بزاف بصح كي يطيب يبدا يذوب يولي شويه ما كانش كاع. انا تاني مع كنت مانيش رايحه نديرها كامل ومن بعد في اخر لحظه كي شفتها على بالي بلي تبان تولي شويه درتها كامل. يخلطها كامل في الزيت وراه غلق عليها. دوك يقعد هكا اشاك فوا يخلطها يسمع حتى يشوفها دابت كامل ومن بعد يكمل لي يحط البهارات اللي لازم يحطها. كيما راكم تشوفوا هنايا يقعد يخلطها هكذايا حتى يشوفها دابت. كي تذوب كامل باش عاد كيدير لها البهارات. يقعد على هذه الطريقه يعني نخليها حتى تدبل ومن بعد نوريكم كي يدير لها البهارات وكي توجد. تمام. ودركاتيك حل عليها. شوفوا كيفاش راهي هنايا او دار عليها الملح. بيبر اش كان؟ البيبر يعني الفلفل الاحمر المدروس ماشي دركاتك يديروا يا تاع البيبر بك. مازال غير الفلفل الاحمر المدروس هو اللي مازال يديروا. شوفوا تلقت الماء هما سوتشو كاشمير. كله فينا هذيك وما تزيد طايبه حكيت قلا هذا ما يفيني كله ابد وما كيما ان لها ملكين طايبه ابد اخر وبعد الدور بعدين بيبر وما ذلك ما طايبه بشيه بشيه تمام. قال لي من بعد كي ينشف لها كامل الماء هدايا تقعد تقلب هذاك الزيت تاعها بعد نكملوا لها البهارات اللي مازال نديروا لها وتوجد الاكله ديالنا. كملوا معايا حباباتي ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم الوصفه تاعي تاع اليوم. كيما راكم تشوفوا هنا البنات شوفوا بدا يحمر وبدا ينقص له الماء ديالو باسكو تلق الماء وهو الطبيعه تاعو يطلق الماء يعني حاجه نورمال حاجه طبيعيه حتى يقعد فيه الزيت برك
باش نكملوا البهارات. مازال ما طابش، مازال ما نشوفش كيما راكم تشوفوا فيه. نعاود نغلق عليه ونخليه حتى ينشف، يعني نقليه شغل كيما راني نقلي في اللحم. دركا يا البنات كيما راكم تشوفوا هنايا ندير فلفل اسمه تركي بيبات. راني نصور بجهه ونحل البلاره بجهه. هاوليك هذا الفلفل اللي راكم تشوفوا فيه يتر يتر كيما شفتوا الكميه اللي درتها. هنايا كي قريب يطيب صاي طابلكه وهكذا يكون طاب الفطر ديالنا. نغلقوا عليه كيما شفتوا هنايا البنات. جا دار كونترول الاكله ديالو، قال لك سي بون هكذا راهي طابت. درك واش ندير؟ نصفيها نحطها في طبسي. اسمحوا لي دقيقه. طبسي ديالي كيما راكم تشوفوا. نربدها كي لي بخيت، قطرها من الزيت مليح. كيما قلت لكم شفتوا الكميه اللي درتها مع الاول بانت بزاف، ولكن كي طابت ولات صغيره بزاف، يعني صغارت ولات شي قليل. يعني كون درت هذه كبيره والصغيره تاني تجي يعني كميه صغيره، ما تجيش كميه كبيره.